السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم ان شاء الله في التمرين رقم 34 في برنامج الاعداد العام الخاص بالناشئين من اول فئة 11 سنة الى فئة 15 سنة. قبل ما اتكلم بس في البرنامج بحب اقدم شوية نصايح في الاول ضرورية جدا علشان توصل بالسباحين اللي معاك لافضل النتائج. اول نصيحة هي ضروري قوي يكون السباحين اللي معاك عاملين كشف دوري ومطمن على حياتهم الصحية وعارف ان هم ما عندهمش اي مشاكل تعيقهم عن ممارسة النشاط الرياضي. دي نقطة رقم واحد. رقم اتنين ودي مهمة برضو جدا، السباحين اللي معاك كلهم ضروري قوي تكون معلمهم جميع مهارات السباحة ومعلمهم حاجة اسمها الهاي تكنيك، علشان ده برضو هيسهل عليك انك يعني لما تيجي تشتغل على البرنامج ما يكونش فيه حاجة بتعطلك. النقطة التالتة والمهمة جدا ان السباحين قبل ما ينزلوا تمرين السباحة لازم يعملوا حاجة اسمها دراي لاند ستريتشنج، ان هم يعملوا اطالات للدراعات وتحريك للمفاصل تجنبا لاي شد عضلي او اصابة. النهاردة عندنا التمرين رقم 34 في برنامج الإعداد العام. بنتكلم في البرنامج الإعداد العام بيكون عندنا فترة ما قبل البطولة. احنا طبعا بنقسمها إلى فترة إعداد عام وفترة إعداد خاص وفترة الراحة اللي هي ما قبل البطولة. فترة الإعداد العام أنا حاطط لك برنامج 100 تمرينة. 100 تمرينة دول لو أنت بتدي مثلا 5 وحدات في الأسبوع فممكن يكفيك 4 أو 5 شهور. ممكن ما تكملش البرنامج للآخر، ولكن البرنامج يبدأ يشد حيله وتبان فيه الشدة، ويبدأ البرنامج ياخد يعني شكل البرنامج يختلف من دريلات إلى سبرنتات. الشدة بتبدأ تعلى والراحات بتبدأ تقل ومستوى السباحين بيتطور مثلا من التمرينة بعد التمرينة 50. عندنا النهاردة المجاميع الأساسية بتكون واضحة، أما المجاميع الفرعية بتكون داخل المجاميع الأساسية. عندنا ورم أب بري يمين من ست والريكفري، وعندنا التوتال النهاردة 1800 متر، يعني تمرينة قوية. ركز معايا يا بطل. عندنا الورم اب النهارده 400 متر، فالسباح بيعوم 16 مرة رايح جاي في حمام السباحة، بيعمل 15 ترن. السباح بيعمل ستريم لاين 16 مرة، بيعمل بريك اوت 16 مرة. مهم قوي ان السباح يركز في الهاي تكنيك، لان ده اللي هيخلي فيه ديناميكا ما بينه وما بين المية، هيطور مستواه وهيبقى جاهز معاك ان شاء الله في فترة قليلة. فبنخليه يعوم 50 متر حرة. بعد ال50 متر حرة بنشتغل معاه 50 متر باك. طبعا ده دريك ما بيقفش، يعني بيخلص الحرة بيخش على الباك وهكذا. ال 400 متر ممكن ياخدوا منه مثلا، يعني لو قلنا المية بتاخد دقيقة، فال 400 متر ممكن ياخدوا منه 5 6 دقايق، مفيش أي مشكلة. البري مين عندنا هو بداية أهداف التمرين اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها، وهي بتكون 200 متر 8 في 25 كيك سترونج، 4 في 25 على الحرة و4 في 25 على الباك. ممكن نشتغل بالدراعات بالبورد، يعني نعمل ضربات رجلين بالبورد مفيش مشكلة. ممكن نشتغل دراعات سكالينج مثلا، في الحرة نعمل دراعات سكالينج وفي الباك نعمل فيلينج مفيش أي مشكلة برضو. بس احنا بنركز على إن الرجلين تكون سترونج. شدة 90 والراحة 30. طبعا انت في الراحة بتبدأ تدي للسباحين اللي معاك يعني بتقول لهم ان هم لو كويسين تمام، عندهم مشكلة مثلا بتبدأ تنبه عليهم. بتركز قوي على التيمبو بتاع الرجلين والتردد بتاعه، البادي بوزيشن بتاع الجسم برضه حتى في الرجلين بتركز فيه، سواء في الفري او في الباك. الشدة 90، فبتحاول ان انت تشجع السباحين على قد ما تقدر، تمسك لهم تايم علشان وقتهم يقرب من بعض، مخلين الحرة لوحدها ومخلين الباك لوحده علشان نحاول نثبت ارقام. وصلنا للمين سيت. المين سيت عبارة عن كيلو 100. بنتكلم في 5 في 200، 50 ايزي 50 سترونج اند ريبيت، الريست 40 ثانية. فاحنا هنا بنتكلم على تمرين هوائي، الشدة مش موجودة عشان هو قايل لك ايزي وسترونج، فالشدة يعني واحدة قوية وواحدة خفيفة. يعني ال200 بتعمل 50 ايزي 50 سترونج، وتعيد تاني 50 ايزي 50 سترونج بتريح، والمجموعة دي بتعملها في 5 مرات. فانت قايم كله النهاردة على الحرة، تمرينات هوائية بنشغل عضلة كتير. بنحاول نثبت التكنيك علشان لما نقول للسباحين سبرنت يلا، فالتكنيك بتاعنا يكون ثابت بقدر الإمكان. زي ما قلت لك الراحة بتكون 45 ثانية، فده معناه إن السباح اللي معاك مش معنى إن هو راحة يعني راحة تامة، لأ، أنت طبعا بتخليهم يشربوا مية. تمام، بتخلي السباحين ينتبهوا ليك وتكلمهم عن إن أهمية الشدة، أهمية الستريم لاين، أهمية البريك أوت، ثبات الراس، وضع النفس كل 3 نفس مثلا لو انت في الايزي، طبعا كل 3 نفس، والسترونج ممكن نخليه كل 7 نفس. تردد الرجلين، الدخول على الحيطة والخروج منها. مينفعش السباح يطلع قبل ما يعمل مثلا أقل حاجة 5 كيك دولفين.
ده طبعا بيخلي السباح يعني مستواه يتطور ويبقى فاهم مية قوي يعني. فطبعا اللي هيطبق ده مش السباح، اللي هيطبق ده الكابتن اللي واقف على السباح. فمهم قوي ان الكابتن يبدأ يوجه السباحين اللي معاه للأداء الأفضل علشان يطلع أفضل نتيجة عند السباحين. احنا كده خلصنا التمرينات الهوائية اللي هي 5 في 200 عبارة عن كيلو. نحاول نخلي التمرينة بتاعتنا شباب على قد ما نقدر الراحة بتاعتها مظبوطة، علشان التمرينة دي بتكون ساعة على حمام سباحة 25. لو حسيت ان التمرينة راحت منك، السباحين اللي معاك ما كانوش منتبهين، عدد السباحين اللي معاك كان عدد مثلا مش هو ده الفريق اللي انت بتمرنه، مفيش مشكلة لو عدت التمرينة مرة واتنين وتلاتة. اما لو التمرينة حسيت ان هي فعلا التأثير بتاعها واضح من اول تمرينة، فخلاص ما تعيدش التمرينة تاني. بعد كده هنخش على السبرنتات 4 في 25، بريست ويز دايف فاست 100% والريست 30. البريست يا شباب، البريست فاست يعني في تكاية كده في التكنيك ان السباح لازم يعمل يعني هو مش ويست، هو اسمه هاف ويست، يعني نص ويست. ان السباح بعد ما بيعمل اتاك بيبقى فيه دخول بصدره وبجذعه، تمام. بعد كده بيعمل رجلين بريست. الجلايد في الفاست او في السبرنت بريست بيكون قليل خالص، يعني بيكون عدى، يمكن اقل من عدى كمان. ولكن سباح بريست سبرنت من غير الويست اللي قلت لك عليه هيبقى يعني البريست بتاعه ضعيف شويه. فهنحاول لو لقينا السباحين مش فاهمينها، هنحاول ان احنا نديهم دريلات على العومة دي او المهارة دي، اللي هي بتكون دراع بريست مع وسط دولفين، او دراعات بريست مع رجلين دولفين. دي طبعا بتفهمهم الاتاك مع الوسط يعني. وبعد كده نبدأ نشتغل على السبرنت بريست 4 في 25 مع الستارت. طبعا بنعمل بريك اوت بتاعه شدة ونص. مهم قوي في الشدة ونص نفهم السباح ايه اللي بيطلعه قدام وايه اللي بيطلعه فوق المية. الحاجات دي بتفرق مع السباحين أوي أبطال. تمام. ونمسك لهم تايم، علشان برضو ده هيخلينا يساعدنا كتير في ان احنا لو عندنا مثلا تعديل او حاجة نبدأ ان احنا نشتغل عليه. الريكفري عندنا عبارة عن 100 متر تشويز. انا بفضل في التشويز او في الكول داون او بعد اي سبرنت باك بريست. عندنا 100 باك بريست، السباح بيطلع بايده الاتنين وهو بيزق بايده بيعمل برجليه. التوتال النهاردة عندنا 1800، فالتمرينة كويس. ابعت لي وقول لي السياسات بتاعتك او بتاعت السباحين، انت بتمرن في ايد كام سنة. المفروض ان انت يعني تكون طبقت البرنامج ده ووصلت لو شغال بيه كويس، فالارقام بتاعت السباحين بدأت تتحسن بشكل ملحوظ. قول لي برضه يا بطل، الفئة العمرية اللي انت بتمرنها قد ايه؟ قياساتهم في 25، في 50، في 100، في 200، في 400 حرة. وزي ما قلت كل مرة اوعى تقيس على تكنيك غلط. مهم قوي متابعة السباحين في القياسات، لان ده هو اللي بيطور مستواهم. الفترة اللي جاية إن شاء الله خلصت لكم كده، يعني بقى هبدأ أخلص البرنامج الإعداد العام، وهبدأ إن شاء الله نتكلم في برنامج الإعداد الخاص. بتجي رسائل على القناة وبتسألني أسئلة كويسة قوي عن بعض الدريلات وبعض الفيديوهات إن شاء الله، وزي ما بوعدكم بنزل لكم. إن شاء الله الفيديو الجديد هيكون التمرين رقم 35. هنتكلم فيه برضو عن التمرينات وبشرح لك الدريلات اللي موجودة جوه التمرينة. أتمنى لكم التوفيق يا شباب إن شاء الله، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.